طيب يانيك فيريرا، انا والله عملت لك شورتين، واحد بعنوان ضروره رحيل فيريرا، والتاني بعنوان رحيل فيريرا اصلا. فكومنتاتي اللذيذه، انت بتهد النادي، انت هد النادي ايه يا رجوله؟ نادي ايه اللي هده يعني؟ هو حد شايفني اصلا؟ فاهم حاجه؟ يقول لك هو عشان المدرب ماشي يا باشا، ماشي حلو ايه؟ ما هو بالعقل. الراجل بيلعب باداء وحش قوي. واحد. اتنين، كسبان 3 ماتشات من 5، خسر ماتش وتعادل ماتش. الاهلي معمول له الهيصه دي وهو خسر ماتش وتعادل ماتشين. انت فاهم انت قاريني؟ يعني انت مش احسن حال منه، وانا قلت الكلام ده 100 مره. دي حاجه. الحاجه التانيه، ماتش المصري، اذا يانيك فيريرا خسر مباراه المصري، انا بقول لك يانيك فيريرا بره الزمالك، مش هيكمل، مش هيلعب ماتش الاسماعيلي لو خسر ماتش المصري. طب لو اتعادل هيقعد، ولو اتعادل الاسماعيلي هيمشي. يعني من الاخر يانيك فيريرا قدامه ماتش كمان يخسره، 3 نقط، اخرك معايا تعادل. انت فاهم الفكره؟ طيب هتقول لي طب ولو الاداره واخده القرار ده خلاص، ايه البديل؟ اقول لك طارق مصطفى جاهز، جاهز انه يقود الزمالك لفتره مؤقته لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي، نفس فكره عماد النحاس. احب اسمع رايك، عايز فيريرا يكمل ولا لا؟ ايه رايك لو طارق مصطفى مسك الفرقه؟ وشايف مين الانسب لقياده الزمالك في حاله رحيل يانيك فيريرا؟ سلام.